السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. مع اقتراب استكمال مباريات تصفيات بطولة كأس آسيا 2027 عالم عم تلعب تصفيات المونديال. نحن للأمانة المنتخب السوري واللبناني واليمني عم يلعبوا تصفيات بطولة آسيا لأنه نحن ما وصلنا للدور الأخير من تصفيات كأس العالم. على العموم خلينا نحن نسترجع مع بعض الأرقام أو المنتخبات اللي تأهلت لبطولة كأس آسيا 2027: السعودي، الأسترالي، الأردني، إيران، أوزباكستان، قطر، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، سلطنة عمان، وفلسطين، والعراق، والبحرين، وكوريا الشمالية، والصين، وإندونيسيا، وقرغستان، والكويت. هذول مباشرة حيكونوا متواجدين ببطولة آسيا لأن هن وصلوا للدور الأخير من تصفيات كأس العالم. عندنا 3 منتخبات عربية: سوريا ولبنان واليمن. للأمانة أكيد نتائج إيجابية الحمد لله عم تكون للمنتخب اليمني والمنتخب اللبناني والمنتخب السوري، لكن يعني موضوع انه كان عندنا بالمجموعه الواحده لبنان واليمن هن متواجدين. بتمنى احد المنتخبات العربيه اكيد يتاهلوا بصداره هاي المجموعه. طبعا كان عم يتاهل عنا 18 منتخب وعم يضل عنا 6 منتخبات هن بدهم يتاهلوا عن 6 مجموعات كمتصدرين لهي المجموعات. يعني لا عندك مركز ثاني ولا عندك افضل مراكز ثاني ولا عندك اي شيء، لازم انت تضل متصدر لمجموعاتك. خلينا نستعرض مع بعض هاي المجموعات. المجموعة الأولى: فلبين، طاجكستان، وتيمور الشرقية، والمالديف. فلبين بالصدارة 4 نقاط، طاجكستان 4 نقاط، تيمور الشرقية 3 نقاط، والمالديف من دون أي نقطة. المجموعة الثانية اللي عم نقول عنها هي بتجمع بين اليمن ولبنان. بالصدارة المنتخب اللبناني 4 نقاط، المركز الثاني بروناي 3 نقاط، ثالثا اليمن نقطتان، وبوتان نقطة واحدة. المجموعة الثالثة: سنغافورة بالصدارة 4 نقاط، ثانيا هونغ كونغ ب4 نقاط، بنغلاديش ثالثا بنقطة، وأخيرا الهند بنقطة. المجموعة الرابعة عم يكون عندنا بالصدارة تركمانستان ب6 نقاط، سريلانكا ثانيا ب3 نقاط، وتايلاند ثالثا ب3 نقاط، وأخيرا تايوان من دون أي نقطة. المجموعة الخامسة مجموعتنا: المنتخب السوري بالصدارة ب6 نقاط، ثانيا ميانمار ب6 نقاط المنافس المباشر لنا، وعندنا مباريتين هامتين أمام ميانمار ذهابا وإيابا. كنا تواجهنا مع هذا المنتخب بموضوع تصفيات كأس العالم، والنتائج السلبية اللي كانت معه مع كوريا الشمالية هن اللي خلوا المنتخب السوري يبتعد عن الدور الأخير من تصفيات كأس العالم. ولو نحن تأهلنا للدور الأخير كان المنتخب ما جاهز. ثالثا منتخب أفغانستان بدون أي نقطة، وباكستان أيضا من دون أي نقطة. المجموعة السادسة والأخيرة: ماليزيا ب6 نقاط، فيتنام ب3 نقاط، ثالثا لاوس ب3 نقاط، واخيرا نيبال من دون اي نقطه. يعني صديقي العزيز حاليا عندك الفلبين ولبنان وسنغافوره وتركمانستان وسوريا وماليزيا هي اللي عم تتاهل كمتصدره ل6 مجموعات لبطوله آسيا اللي حتقام بالسعوديه العام ما بعد القادم. طبعا بطولة كأس آسيا هي النسخة التاسعة من بطولة كأس آسيا عم تجمع المنتخبات بالقارة الصفراء، وهي البطولة بتمثل المنتخبات الموجودة بهاي القارة. للأمانة هي حتقام من 7 بأول شهر من عام 2027 لل5 من شهر شباط، وكانت النسختين الماضيتين بالإمارات وقطر. تم تتويج المنتخب القطري، كان عندنا المباراة النهائية الماضية بين قطر والأردن، واستطاع المنتخب القطري يعني تتويج البطولة لنسختين متتاليتين، ومباريات قوية كانت للأمانة. والمنتخب الأردني يعتبر من أقوى المنتخبات وبجدارة فينا نقول كان يستحق التتويج، لكن أكيد المنتخب القطري كمان منتخب ما سهل. بس ما بعرف النتائج السيئة اللي عم تكون لآخر شيء للمنتخب القطري والسعودي يعني بموضوع التصفيات، كيف نسلم التصفيات لباقي المنتخبات. إن شاء الله يكون عندنا أكبر عدد من المنتخبات العربية تشارك ببطولة كأس العالم القادم. شو رايكم بنظام البطوله؟ بتتمنوا انه يكون في عنا كل 2 أو 3 سنوات بطوله كاس اسيا يصير في عنا مشاركه للمنتخبات اكثر، لما حيصير في عنا عجقه بالروزنامه، خصيصا بمشاركات البطولات الخارجيه، ابطال اسيا والنخبه وكاس الاتحاد الاسيوي والاحتراف الخارجي اللي عم يكون. يعني انا بعتقد كل 4 سنوات. بتمنى انه الفتره القادمه يكون في عنا كل 3 سنوات من الممكن تنظيميا، او اذا في حال تم تثبيت بطوله كاس العرب يعني تضل المنتخبات عم تشارك مع بعضها. هيك بطولات جميلة للمنتخبات، خصيصا الاحتكاك يعني بين المنتخبات العربية مثل بطولة كأس العرب أو المنتخبات بآسيا، شيء جميل حتى نحن نرفع من مستوى الكرة العربية. خلينا نسمع آرائكم عن المنتخبات اللي حتتأهل لبطولة آسيا بين المنتخبات اللي أنا ذكرتها المتصدرين لمجموعاتهم. سلام.